احسن عملا. ايا كان هو مين، اي حد هيجتهد هيشتغل ويتقن عمله ويجتهد بما يرضي الله، ربنا هيكرمه وهيوفقه. وده حرفيا اللي احنا بنشوفه مع المغرب. لما تيجي تبص على انجازات المغرب في اخر سنه، بس مش هقول لك بقى كاس العالم و22 وسيمي فاينال والمنتخبات اللي طلعها المغرب وانه يوصل رابع العالم، لا ده انا هقول لك بس السنه دي الناشئين 20 سنه كسبانين بطوله كاس العالم، 17 خارجين من الكوارتر فاينال، كسبانين بطوله افريقيا للمحليين، كسبانين بطوله كاس العرب. والنهارده لما تشوف طارق السكتوي وتصريحاته وادبه وجماله واحترامه، وانه نسب الفضل في بدايه الكلام خالص لربنا سبحانه وتعالى، وانه قال لك لما اخترت الفرقه دي واخترت اللعيبه دي انا صليت لربنا سبحانه وتعالى ان انا ما اكونش ظلمت حد من اللعيبه واخدت احسن فرقه موجوده معايا. تشوف تصريحات المدير الفني اللي ممكن ما يكونش كبير في السن ولا شعر ابيض، بس كبير في المقام وكبير في الكلام. ملعب مولاي عبد الله في الرباط، افتتاح اسطوري للامم الافريقيه. المغرب اختارت الاسد هو التميمه بتاع البطوله مع الاسد نسبه الشديد. الى اسود الاطلس. بص المهندس عادل بيقلش بيقول لك مع الاسد الشديد ولما تيجي عند اكثر من رائع يقول لك لا لا، ما هم يعني هم بيقولوا لنا يعني ان هم اسود يعني. لا هم يعني دي هم كده اسود. لا وهم اسود كوره. يعني هم في الكوره هم الاسود. طيب، افتتاح الاسطوري للبطوله. المباراه هتجمع بين اسود الاطلس، ادي التميمه اللي الشوارب بيفرجوا عليها، اسود الاطلس مع جزر القمر الساعه 9 مساء. طبعا في ترتيبات كتيره جدا، نقل تلفزيوني باعلى تقنيه بالتصوير الجوي زي كاس العالم. واضح جدا انه المغرب اللي داخله على تنظيم كاس العالم في البطوله اللي بعد كده، التشاركيه اللي حاصله بين الثلاث قارات ان هي تدخل على تنظيم البطوله مع البرتغال، او بين افريقيا واوروبا بين البرتغال مع البرتغال واسبانيا. المغرب بتجهز ملاعبها وبتقدم نفسها، خلقت قاعده ناشئين كبيره جدا، قدرت تستغل فعلا اكاديميات محمد السادس ان يبقى عندها طرح كبير قوي من العناصر الموهوبه اللي بقى لها فتره بترعاهم، انتشروا في كل الانديه. النهارده بقى عندها فائض انتاج كبير قوي، كون ان عندها منتخب شباب ياخد كاس عالم، منتخب ناشئين يلعب فاينل، ده بيأهلها انه يكون عندها مونديال بعد القادم يشرف فعلا دولة عربية مجال في الدنيا. لأن القاعدة دي اللي حاططها مين؟ اللي خالق الدنيا، المولى عز وجل. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قانون رباني ربنا حطه لأي حد في أي حاجة في الدنيا، في أي مجال في الدنيا، في أي شغلانة في الدنيا. ومن عظمة وكرم وفضل وجمال ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش الشخص ده كنيته ايه، يعني طويل قصير تخين رفيع ابيض اسمر انجليزي فرنساوي مصري. قال لك ان لا شخص استمتعت بيها وكان فضل ليها يا عبد العزيز ان المباراه تبقى مفتوحه وهجوميه. جول اسامه طنان اللي في البدايه اجمل اهداف المباراه، جول حلو قوي فتح اللعب، وبعد كده بقى شفنا التغييرات، شفنا الاردن يرجع وبدايه الشوط الثاني، وبعد كده يجيب 2-1 2-2 حمد الله والخبره 3-2. فمباراه تليق بنهائي كاس العرب. مبروك للعرب، كاس عالم عربي مصغر، كره حلوه، عندنا كل الامكانيات، عندنا مدربين على اعلى مستوى، عندنا لعيبه على اعلى مستوى، شفنا كره حلوه، شفنا تكتيك، شفنا رومونتادات، شفنا العامل الذهني، شفنا كل حاجه في كره القدم، شفنا اهداف، شفنا 5 اهداف. فمبروك للعرب على هذا المستوى، مبروك لقطر على هذا التنظيم، مبروك لكل الجماهير اللي موجوده، اللي شفنا مباراه كبيره. كل ملعب لوسيل موعود بالدراما، موعود بالنهايات الحلوه. فاي حد عايز نهائي حلو عمله ويجتهد بما يرضي الله، ربنا هيكرمه وهيوفقه. وده حرفيا اللي احنا بنشوفه مع المغرب. لما تيجي تبص على انجازات المغرب في اخر سنه، بس مش هقول لك بقى كاس العالم و22 وسيمي فاينال والمنتخبات اللي طلعها المغرب وانه يوصل رابع العالم، لا ده انا هقول لك بس السنه دي الناشئين 20 سنه كسبانين بطوله كاس العالم، 17 خارجين من الكوارتر فاينال، كسبانين بطوله افريقيا للمحليين، كسبانين بطوله كاس العرب. والنهارده لما تشوف طارق السكتوي وتصريحاته وادبه وجماله واحترامه،
وانه نسب الفضل في بدايه الكلام خالص لربنا سبحانه وتعالى، وانه قال لك لما اخترت الفرقه دي واخترت اللعيبه دي انا صليت لربنا سبحانه وتعالى ان انا ما اكونش ظلمت حد من اللعيبه واخدت احسن فرقه موجوده معايا. تشوف تصريحات المدير الفني اللي ممكن ما يكونش كبير في السن ولا شعر ابيض، بس كبير في المقام وكبير في الكلام اللي بيطلعه من بقه. وانا دايما بقول ان الكبير هو اللي تصرفاته واقواله كبيره، مش بالسن، بالاحترام والادب والاخلاق، وان انت تكون بتطلع من بقك كلام تحاسب عليه وتبقى مسؤول قدامه. نسب الفضل لعيبته، اتكلم بمنتهى الرقي والتحضر والاحترام. عشان كده كل التهنئه للمنتخب العربي الشقيق، المنتخب المغربي وشعب المغرب الجميل العظيم المحب لمصر ومحب لرموز مصر. فكل التهنئه ليهم وكل التحيه ليهم، هم بجد يستحقوا هذا التابلو. هم بدأوا يشتغلوا بعد كاس الأمم 98 لما أخفقوا وفشلوا. الملك محمد السادس عمل جلسة عصف ذهني مع خبراء الكرة ونجومها القدامى، قولوا لنا نعمل ايه؟ فأشاروا عليه انه مفيش حاجة إلا الاهتمام بالناشئين، وعشان نهتم بالناشئين لازم نجيب مدربين كويسين. بدأ يجيب مدربين، بدأ يعمل لهم دراسات، بدأ يبعتهم لأوروبا ويجيب مغاربة من اللي عايشين في أوروبا، وأصبح عنده قاعدة مدربين كبيرة. اهتم الاتحاد المغربي بتطوير كادر المدرب، عمل له دراسات مهمة جدا، وراح جايب الملك، جاب بقى فوزي الأقجع الأمين العام للخزانة اللي هو وزير المالية يعني، وراجل رياضي كان رئيس نادي نهضة بركان وكان لاعب كرة سابق، حطه على رأس اتحاد الكرة المغربي وخصص له ميزانيات كبيرة واشتغل يا معلم. بدأوا يعملوا أكاديميات محمد السادس يا باشمهندس، الأكاديمية اللي بتختار ناشئين من سن 8 سنين لسن 18 سنة. بدأ بفرعين في الرباط والدار البيضاء، ثم انتشرت وأصبحت هذه الأكاديميات لا كيانات استثمارية حقيقية. ليه؟ لأن هي فيها مدربين أكفاء جدا بينتقوا بشكل كويس قوي، لكن الولد بيدخل الأكاديمية يرعوه صحيا وتعليميا والتغذية وتثقيفا، اللغة بتاعته، تطوير شخصيته. فبقى مثلا من فريق زي تحت 16 سنة، كل فرع في الأكاديمية عنده 5 6 فرق تحت 16 سنة. فمدرب الناشئين اللي عايز يمسك منتخب، وده اللي أنا بقوله للاتحاد، أنت بتقول إن احنا هنهتم بالمنتخبات، اهتم بالقاعدة اللي هتفرز منتخبات. أنت بتبدأ من فوق وده غلط. لابد من الاهتمام بقواعد الناشئين ومراكز تكوينها، غير كده مش هتبقى في منتخب.